السلام البنات، لاباس عليكم؟ لقيتو مزيان؟ يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. رمضان مبارك سعيد اللي يدخل عليكم بالصحه والسلامه وبزيد الرزق. اليوم انا هبطت سوق التمر، يعني بغيت نتقدى رمضان بالتمر. وصراحه بغيت نشارك معكم تجربتي مع التمور ديال الجزائر اللي دخلت للسوق بكثره الصراحه الله. يعني انا كنستعملها اصلا هذه 4 سنين وانا كنستعمل التمر الجزائر. بغيت نقول لكم هاد التجربه هذه، يعني تمور زوينه بزاف ومعسله وبقات طريه يا البنات، يعني وفي متناول الجميع. هاد النوع هذا سميتو تمور السلام، كما كتشوفوا ديال 2 كيلو. شوفوا البنات ديال الشطبه، الحبه تبع اختها ما شاء الله، معزول بالحبه. هانتوما كما كتشوفوا، شوفوا تبارك الله. هانتوما البنات شوفوا كي معسله، شوفوا التمره كي معسله من الداخل، شوفوا تبارك الله كي معسل غزال. يعني الاثمنه ديال اصلا ديال التمور ما مقاداش، كاينه ديال 700، كاينه ديال 600، كاينه د 500، كاينه ديال 2600، على حساب كل نوع وباش كيمتاز. هاد النوع هذا ديال السلام فيه 2 كيلو، وخديت من دقله النور كما كتشوفوا هي الجزائر، والطبعه ديال الجزائر هنا 5 كيلو، حتى هي نفس الجوده البنات. شوفوا تبارك الله ما شاء الله. كما قلت لكم شوفوا الحبه، شوفوا تبارك الله، شوفوا تبارك الله الخير د المولانه ما شاء الله. ثم كما كتشوفوا ها روعه. هذه هنا 5 كيلو، وهاد النوع البنات انواع غزالين، شريوهم بلا ما تخموا، صراحه فنين. ثم كتشوفوها شو كي غزالين ديال الشطبه. وهذا حتى هو صندوق على وجه واحد كما كتشوفوا. انا خديت هنا 10 كيلو، كل صندوق فيه 5 كيلو على وجهه بالحبه. هانتوما كما كتشوفوا ما فيش الغيار. ها يعني لهاد رمضان يعني ما كاينش محسن منه، ديال تحمر الوجه الصراحه. حطيها في الطبسيل ما تحشميش منها كما كتشوفوا غزال ما شاء الله. يعني كانوا كيقولوا بان التمر الجزائر قبيحه وفيها مواد كيماويه، ولكن انا شريتها وعن تجربه، يعني خذوها على حسابي والله حتى غزاله البنات ما غاديش تندموا عليها. يعني شي حاجه طوب، شي حاجه طوب البنات ما تندموش عليها. كما كتشوفوا ها نتوما بارك الله. شوف ما شاء الله تمره تبع اختها ما كتشوف. ولا عجبكم البنات الفيديو ما تنساونيش دائما من دعمكم، من لايك الفيديو، اشتراك للقناه، وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما مني كل جديد. ورمضان مبارك سعيد، ويدخل ان شاء الله عليكم بالصحه والسلامه، ومع الامنيات كامله بالخير والتيسير. ويا رب يا رب اللي نفسه في شي حاجه الله يحققها ليه، والله يدخل علينا رمضان بهذا جميع الاحزان تمشي بحالها، وتجي عندنا ان شاء الله غير الافراح، ونتلاقاو دائما في ساعه الخير كما شفتوا. هذا هو الفيديو، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر.